خلصتي توضيب شقتك وخلاص هتفرشي؟ عروسة جديدة وخلصتي التجهيزات؟ أو بتنقلي من شقة لشقة ونفسك الترتيب الجديد يكون أحسن بكتير قوي من القديم؟ تعالي النهاردة أكلمك عن طريقة فينج شوي لتنظيم العفش جوه البيت بطريقة هتجلب ليكي الطاقة الإيجابية. طريقة فينج شوي هي عبارة عن علم شرق آسيوي بيتكلم عن الطاقة وإزاي ننظم كل حاجة في حياتنا بحيث تجيب لينا طاقة إيجابية. الطاقة الإيجابية دي ممكن تكون في البيت وممكن تكون في الشغل، الفكرة كلها في طريقة تنظيم العفش في المكان. علم الفينج شوي ده له قواعد وأساسيات بتقول لنا إزاي نرتب العفش في البيت أو حتى في مكان الشغل وننظمه بطريقة تجيب لنا طاقة إيجابية جوه البيت علشان دايما نكون مبسوطين وحاسين براحة وأمان. ويمكن ده اللي بيفرق بعض الشقق عن شقق تانية، ويمكن ده برضو اللي بيخلينا نحس براحة في مكان ومكان تاني ما نحسش فيه بأي راحة. ممكن ناس كتير تقول الكلام ده ملوش أساس من الصح، وناس تانية تقول لا والله أنا جربته والكلام ده صح. فما بين الناس اللي بتقول لا مش حقيقي والناس اللي بتقول أيوة ده حقيقي، خليني أكلمكم شوية عن قواعد الفينج شوي وانتوا احكموا في النهاية وقولولي الكلام ده بيجيب نتيجة ولا لأ. لكن قبل ما أبدأ ياريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا نبدأ. قواعد فينج شوي سهلة جدا. أول حاجة فيها بتقول ما تحطيش الكنبة وظهرها للشباك. ليه يا ست الكل؟ علشان الطريقة دي هتسد تدفق الطاقة اللي جاي من الهواء والنور من بره، وكمان هتحرمي نفسك وأسرتك من التمتع بالمناظر الطبيعية اللي بره. لو المنظر بره البلكونة أو الشباك منظر طبيعي يعني فيه شجر وبيطل على سما مفتوحة، حطي مراية جوه المكان اللي قدام الشباك على طول أو قدام البلكونة عشان تكرري الجمال الطبيعي جوه بيتك مرة تانية. أما بقى لو شقتك بتطل على منظر مش ولا بد فما انصحكيش تحطي مرايات خالص وتجاهلي الشباك تماما. وكمان لو عايزة تحطي الكنبة ظهرها للشباك حطيها وانتي مطمنة ومرتاحة. حطي بولة فيها كريستالات أو عملات فضية على الترابيزة بتاعت الأنتريه أو الركنة. ليه يا ستي؟ لأن ده رمز للرفاهية، ولأنه رمز ليها فيقال إنه هيجلبها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لما تحطي كريستالات شكلها لطيف جوه زهرية كده أو شوية فلوس، يقال إن ده كأنك بتستدعي الرفاهية والمال والسعادة، وبالتالي نرجو من الله ونطمح من الله إنه الحاجات دي تحصل، وبإذن الله تحصل لك حاجة كده على طريقة تفاءلوا بالخير تجدوا. كمان بنصحك تعلقي لوحات وصور إيجابية. اوعي من الصور المظلمة او اللي فيها واحد لوحده، وبلاش بقى صورة العيل اللي بيعيط اللي مالية بيوتنا كلها. بدليها بصور للطبيعة او صور للعيلة تكونوا فيها كلكم مبسوطين وبتضحكوا. طاقة المكان على طول هتكون سعيدة. لو مش مشغلة التلفزيون غطيه، لان التلفزيون بيطلع طاقة يعني مش ولا بد. فلو مش شغال حاولي ان انت تغطيه بمفرش او بقماشة يكون شكلها شيك ولطيفة كده ومبهجة برضو. كمان بنصحك انك لازم تتخلصي من الكراكيب فورا. ناس كتير للأسف بتخزن أي حاجة تكون عندها وما بتحبش إن هي تطلع اللي عندها، برطمانات بقى وعلب فاضية وكتب قديمة والذي منه، وكمان بتشتري أي حاجة عليها أوفر حتى لو مش محتاجاها، وده بينتج عنه كراكيب كتير جدا وحاجات كتير بتكون مش مستخدمة في البيت. مفاجأة بقى إن الحاجات لو مهملة ومش مستخدمة طاقتها بتكون وحشة ومؤذية جدا. بنصحك كمان تستغل النور، يعني لو بالنهار افتحي البلكونة والشباك وخلي نور ربنا يدخل كده البيت. وثانيا لو انتي بالليل بلاش اللمبات اللي بتبقى ملعلعة قوي خاصة لو مش بتذاكروا في الأوضة، وفي نفس الوقت بلاش الإضاءات تكون خافتة قوي ومضلمة علشان هتعملك حالة من النعاس والملل واحتمال تنامي وممكن أكتر تكتئبي.
تاني بنصحك تدخلي الطبيعة جوه بيتك، مش بس من خلال الشبابيك والبلكونات. ازرعي زرعات تكون جوه البيت. في دايما هتلاقي انواع من نباتات الظل، ودي بيكون رعايتها سهلة جدا وبتدي روح جميلة قوي. على المستوى الشخصي بحب نبات البوتس، لانه تقريبا بيتروي مرة واحدة في الاسبوع، ويمكن مرة كمان كل 15 يوم لو كنتي في الشتاء. وفي زرعات تانية كمان على نفس المنوال بتتسقي كل فترة وبتدي منظر جميل، وكمان بتعيش وقت طويل. طيب الكلام ده في الصالة، أمال بقى في أوضة النوم نعمل إيه؟ في أوضة النوم بلاش السرير يكون في وش الباب أو في موازاته، يعني رجليكي تبقى باصة للباب مش راسك. راس السرير كمان المفروض يبقى وراها حيطة، والجوانب التلاتة الباقية يكون جنبهم مساحات فاضية. مش بيكون مفضل ان ورا السرير يكون فيه شباك. ما تخزنيش حاجات يا ست الكل تحت السرير، خاصة لو الحاجة ليها علاقة بماضي أليم أو شيء مقلق. بلاش هدوم طليقك تكوني مستخسرة ترميها فتحطيها تحت السرير، ولا تكون حاجة هدية من واحدة ما بتحبيهاش فمش عايزة برضو ترميها فترميها تحت السرير. لو لازم تستخدمي المساحة دي استخدميها في تخزين هدوم تكوني بتحبيها، وكمان تكون هدوم نظيفة. الكومودينو أساسي جوه أوضة النوم، ويفضل يكونوا 2 مش 1. حتى لو كنتي هتنامي على السرير لوحدك حطي 2 كومودينو. كمان بلاش الألوان الصارخة أو الصريحة، يفضل دايما إن أوضة النوم يكون اللون فيها باليتتها هادية. يعني لو بتحب الألوان ممكن تضيفيها لمفرش السرير أو لطبقة من السراير. أرجع تاني وأقولك بلاش صور حزينة وكئيبة ومظلمة، حطي صور حلوة ولوحات مفرحة، ولو حطي أكتر من واحدة اختاريهم يليقوا على بعض. بلاش برضو كتب أو ألعاب رياضية جوه أوضة النوم، لأننا قلنا إن أوضة النوم دي للراحة والنوم وبس. بلاش تضيفي ليها طاقة تانية تستلزم التركيز والفوقان أو النشاط. احنا داخلين جوه نرتاح وننام. وارجع برضو واقولك الزرع بيضيف حياة، الزرع حي وهيضيف لك حياة جميلة جوه الأوضة. دايما حطي نباتات في كل مكان. النباتات كمان بتمتص ثاني أكسيد الكربون، وده بيعمل كمنقي طبيعي للجو. اختاري الملايات بعناية، مش أي ملاية حلوة تشتريها، لازم كمان تكون نقشتها مريحة للعين وملمسها مريح للجسم، يعني قطن 100%. ولو في مراية في الأوضة ياريت بلاش إنها تعكس السرير. يا رب تكون النصايح دي كانت مفيدة ليكم. لو عجبتكم النصايح دي وحابيني أعمل فيديوهات أكتر شجعوني بلايك للفيديو، سبسكرايب للقناة علشان يوصلني مني كل جديد دايما. شوفكم على خير الفيديو الجاي.